السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله البولوبيف بأسهل طريقة ان شاء الله وبأقل تكاليف وبمكونات سهلة وبسيطة. هنجيب كده حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، اي نوع لحمة انت تحبيه هاتيه، مش بقولك هاتي لحمة معينة من عند الجزار مجمدة اللي تجيبيها على قد امكانياتك، هاتي واعملي. انا جبت كده حوالي كوبايه ميه وعليها بصلايه متوسطه ومعلقه توم صغيره كده. انا فرمه التوم وشايلاه في التلاجة، فاخدت معلقه كده ونص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه بهارات لحمه. كل المعالق دي معلقه صغيره. هنفرمه كده نضربه كده في الخلاط بحيث ان البصله تختفي تماما، وهنحطها على اللحمه والدهون. انا قلت لكم ان الدهن من الدوش بحيث ان هي ما تدوبش واللحمه بتستوي. وجبت معلقه ونص كده كبار من الجيلاتين وحطيت عليهم حوالي معلقتين ميه كبار. اللحمه وصلت للون ده، وحطيت ورق لوري 5 ورقات كده، وحطيت حبهان 5 حبايات برضو من الحبهان، عشان ايه؟ ابقى عارفه العدد بتاعهم واطلعهم عشان ما نفرمهمش مع اللحمه وكده، ويبان طعمهم كده يجزع يعني. انا هحطه في الخلاط كده، لو عندك كبه حطيه في الكبه على حسب اللي عندك. انا هحطه في الخلاط وهنضربه كده في الخلاط كويس، مش يعني ايه، مش هنخليه يتضرب جامد. الجيلاتين بقى بالشكل ده هنحطه في الخلاط برضو مع اللحمه ونضربه. في ناس بتحط معلقه سمنه بلدي عليه، انا مش هحط لان كميه الدهون كتير. وهحط كده ربع معلقه صغيره من اللون الاحمر الصحي. هنضربه كده وهتحط. انا مش هضربه ناعم قوي عشان برضو تبان طعم اللحمه فيه. طبعا البلوبيف اللي بيتجاب اللي هو بتاع الشركات ده طبعا بيخلوا له اللحمه نيه، يعني اللهم احفظنا، يعني بيحطوها نيه كده ومواد حافظه وكده فمش صحي خالص، مش صحي خالص البلوبيف بتاع اللي بنجيبه من بره ده. فانا هحط كده جبت الصينيه بتاعت الانجليش كيك دي، وهحط فيها لو عندك علب صغيره مربعه كده حطي فيها، او بيبقى فيه كده طباق بلاستيك ازاز مربعه، ممكن تحطي فيها برضك اي حاجه موجوده عندك. انا ما كانش عندي العلب اللي هي المربعه الصغيره دي، فانا جبت صينيه وحطيت فيها اي حاجه. المتاح عندك حطي فيه، المتاح عندك حطي فيه. انا حطيتها في الصينيه كده وهطلعها منها، افكها كويس واروح مطلعاها، وهروح مقطعاها كده قطع مربعه زي العلبه بالظبط. انت هاتيها وتطلعيها وقطعيها كده. هنقطعها بالشكل ده. انا بعد كده قطعتها كلها وحطيتها في اطباق وهحطها في الفريزر، لان دي معلهاش مواد حافظه، فهنحطها في الفريزر ونسحب منها على قد ما ايه ما هنعمل الاكله يعني بالشكل الحلو ده. متماسكه وجميله جدا وطعمها قريب من بتاع الشركات، يعني بنسبه 80 85% كمان، ودي نسبه كويسه يعني مش نسبه وحشه. بالشكل ده انا عملت ديكور كده بسيط، حاجه بسيطه كده آه عشان التصوير بس. وانا بعد كده قطعته وحطيته في اطباق بتاعه التلاجة دي اللي هي الفويل والبلاستيك دي، وحطيتها في الفريزر. بقينا نسحب منها ونعمل على قد ما بناكل بالشكل ده.
بالشكل ده. طبعا اللي ما اشتركش معايا يشرفني ان هو يشترك معايا، ولايكات كتير بقى يا جماعة، لايكات كتير كتير عشان نعلي الفيديو ده ويوصل لأكتر قدر من الناس يعني. وبألف هنا وشفا.